السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبد عاشور من داخل محلات أولاد عاشور لتجارة الدراجات وقطع الغيار. دلوقتي يا جماعة احنا قلنا مرة واثنين وثلاثة قبل كده اللي على الناس الصنايعية اللي بيصلحوا عجل اللي مش متمكنين في مهنتهم إن بلاش إن الاسطوانة الفرامل ديت ينزل عليها أي نوع من أنواع المزيوت سواء كان شحم أو زيت أو جاز. ده حضرتك دلوقتي لما بتحط لي أنت هنا دلوقتي زيت أو جاز أو شحم، التيل هنا ما بيقدرش يقوم بالوظيفه بتاعته لان الاسطوانه مزيته. المفروض يا جماعه ان الاسطوانه دي بتفضل ناشفه والتيل بتاع البريك بيفضل ناشف عشان يقدر يقوم بوظيفته ويمسك الاسطوانه والعجله تقف معاك مباشره. انت لما بتحط لي اي نوع من انواع المزيوت التيل ما بيمسكش، دي بيزحلق معاه فالتيل ما بيمسكش، بتلاقي الفرامل شغاله معاك بس العجله بتمشي. هنا حضرتك بتكلف الزبون بريك جديد. وفي ناس تانية يا جماعه بيقوموا حاطين زيت بطريقه عشوائيه من الطبه ديت، الزيت بينزل هنا بيخرج من تحت من هنا برضو يا جماعه بيقوم برضو نازل على الاسطوانه مبوظ الفتيل الفرامل. فرجاني يا جماعه سواء كان صاحب العجله او الصنايعي اللي بيصين ممنوع منعا باتا ان الاسطوانه ديت او البريك ينزل عليه نقطه زيت. شوفوا يا جماعه، شوف كل دي زيت، دي زيت يا جماعه التيل شاربه والاسطوانه شارباه، فطبيعي ان الفرامل معاك مش هتبقى شغاله. وحضرتك هنا زي ما قلنا بتكلف الزبون تيل جديد لان التيل هنا بيشرب الماده المزيوت ما بنقدرش نطلعه منه او ما بنقدرش نمسحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.